جيبوا لنا اهل غزه لعنا يا اخي. يا شباب لك بدي يفوتوا عليهم بدي اقتلوهم يعني. بدي اقتلهم لك ما ضل حدا منهم يا جماعه يعني ما يعني الدول العربيه والمجتمع الدولي ما رضوا بتهجيرهم رضوا بقتلانهم. ولك جيبون يا اخي اللي بيصيبهم بيصيبنا الرسول عليه الصلاه والسلام احب الاماكن على قلبه هاجر. لك هاجر. ولك جيبون يا اخي لك الشعب السوري كله اجى لعنا على ادلب وبعدها بعقد من الزمن الله فتح علينا ورجعوا لبيوتهم. ولك جيبون يا اخي بيصيبنا يا اخي رغيف الخبز بنقسمه بالنص ومطعميهم يا صحيح نحن شعب عم بيشحد من الجوع بس يا اخي ما حدا بيموت من الجوع. الله بيرزق النمله في الصخره الصماء. لك جيبون يا جماعه. لك جيبوا لنا اياهم يا اخي بنعمل لمه قسما بجلاله الله وبندفع اجار طريقهم يا اخي. لك جيبوا لنا اياهم. لك بدي اقتلوهم يعني وبعدين لك هذا السكوت لك ما والله اقسم بالله اذا بيذبحوا الصغير والكبير ما راح حدا يحقق. لك جيبون لك جيبون لعنا يا اخي نحطهم عنا. لك هاي نحن العراقي عنا لك أمة الله كلها عنا حيطينهم بعيوننا. لك جيبون يا اخي سكنون عنا يا اخي. يا اخي مثل ما اللي بيصيبهم بيصيبنا يا اخي. لك بس جيبون. لك بدي اقتلوهم يا زلمه. لك جيبون يا اخي اعملوا اتفاقيه مع هالكيان وخلصونا بجيبون يا اخي. لك جيبون يا اخي يا دولنا العربيه يا حكامنا العرب يا اخي نحن بنستقبلهم يا اخي والله العظيم واقسم بالله واجزم بما اقول والله وعلى ما اقول شيء 90% من الشعب السوري بيتمنى يجوا. ما حدا عنده اعتراض. اي سوري بيقول لك انه انا عندي اعتراض هذا كلب ابن 60 كلب وما بيمثلنا ولا بيمثل حدا من اهل السنه ولا من اهل سوريا كلها بجميع طوائفها. جيبون يا اخي. لك جيبون قسما بالله كرهنا الفيس وكرهنا مواقع التواصل ما بقى لي قلب. انا واحد من الناس ما بقى لي قلب افتح يا جماعه اقسم بالله عم نقضيها نوم. اقسم بجلاله الله عم ننام نقول يا رب ما نفيق يا زلمه. لك جيبون بقى يا زلمه. يا لي الطلاق الهم اللي فينا مكفينا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اخي.